صباح الخير على كل الأهلاوية. بعيد بقى عن الهزار والتحفيل، كل فترة لازم يحصل موقف يعرفك إن نادي الزمالك ده معمول لتشويه الكرة المصرية حرفيا، وعقليات مريضة من أصغر مشجع لرئيس النادي، عقليات مشوهة إلا من رحم ربي. واللي بيكون زملكاوي وشخص سوي بينبذوه من وسطهم. وأكبر مثال كان الكابتن حسن شحاتة. كانوا بيقولوا حسين الشحات لازم يتحبس حتى لو اعتذر، ولازم ياخد عقاب، وراجل يا شيبي راجل يا شيبي. هم دلوقتي اللي بيقولوا على لعيبتهم اللي غلطت في الامارات وعملت كارثه حرفيا انهم اعتذروا وما ينفعش يتحاسبوا، ودخلوا الموضوع في مؤامرات كونيه ومظلوميات، والدنيا كلها متأمرة عليهم وعلى لعيبتهم، وفرد الأمن أهلاوي متنكر. طب مش هم اللي راحوا ضربوا راجل الأمن في بلده، وبدل ما يعتذروا بيبجحوا ويقولوا تعنت وضغط، وشلبي ينزل ستوري شكرا على الضيافة، لعيبة بلطجية، وبدل ما مدير الكرة يوقفهم عند حدهم ويوقع عليهم عقوبات راح رايح يضرب معاهم. مجلس إدارة بدل ما ياخد قرار قوي ضدهم بيدعمهم وبيدين الدولة عشان بتحاول تجيب حق اللي اتضرب، وجمهور طالع يقول اللي حصل ده مؤامرة بين الأهلي وفرد الأمن اللي اتعمد يلبس أحمر عشان يستفز اللعيبه ويضربوه عشان تحصل ازمه قبل ماتش الاهلي. ومين محسوب على النادي ده عنده عقل يا اخوانا؟ حقيقي الواحد ما بقاش يستغرب الناس دي حالهم كده ليه. طبيعي فرقه بالعقليات دي سواء مشجعين او لعيبه او اداره يقعدوا 25 سنه ما ياخدوش افريقيا وما يشموش كاس العالم، لانهم لو لعبوا في حدث زي ده هيفضحونا، وعدم تاهلهم ستره ليهم. والله ربنا يديم عليهم العقليه دي وتفضل النجمه الست حلم للابد. سلام عليكم.